نتكلم مع الرئيس وليد بيك، نقول له الله يرحم بيات قتلوا النظام، وبنتكلم مع آل جميل نقول له قتلوا له بشير جميل. بنحكي مع آل الحريري نقول الله يرحم بيكم قتلوا النظام السوري للسيد رفيق الحريري الله يرحمه. فسوريا كانت مصدر قلق وإزعاج، وهي اللي يعني شوي كان تدخلها في الشأن اللبناني تدخل سلبي في الأيام السابقة، بركز على يعني إثارة النعرات بين الناس حتى يبقى متحكم في المشهد اللبناني بشكل أو آخر. ولما طلع الجيش السوري من لبنان خلف وراه كمان يعني حزب ما أعطى لبنان قدرها التي تستحق، فأدخلها في أتون صراعات ونزاعات وسيطرة على مؤسسات وملفات الدولة على حساب التوازنات الداخلية في لبنان. اللي بيقولوا أنه إحنا اليوم الله عز وجل من علينا بعد الثورة السورية المباركة استطعنا أن نقتلع هذا النظام وأن نريح المنطقة والإقليم بأكمله من خطر استراتيجي كان محقق. بقاء وثبات كان الميليشيات المدعومة من قبل إيران في المنطقة لم تكن مصدر قلق لسوريا فحسب، رغم كل الجرائم التي ارتكبت في حق السوريين. يعني عم نتكلم اليوم عن أكثر من 15 مليون إنسان بين نازح ولاجئ، أثقل كاهل الدول المحيطة بسوريا. عم نتكلم عن أكثر من 1.5 مليون كان نازح ولاجئ في لبنان، مع كل تبعات وجود اللجوء السوري في لبنان من تبعاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ولبنان كان بلد لا يحتمل، بالأساس هو عنده يعني إشكالات عميقة في بنيته الاقتصادية والاجتماعية. الأردن أيضا صدر له أكثر من 1.5 مليون إنسان نازح ولاجئ إلى الأراضي الأردنية، ومع ما تعانيه أيضا الأردن إلى تركيا أيضا صدر ملايين من الناس، تقريبا 3-4 مليون عم نتكلم. هذا عدا اللي ذهبوا إلى أوروبا والناس اللي غرقت في البحار واللي قتلت في الطريق. فالنظام السابق مع الميليشيات المدعومة إيرانيا عملت على تشتيت شمل السوريين، فرق جمع الناس وشتت شملهم. انظروا اليوم إلى الفيديوهات العفوية التي تخرج على الإعلام، ترى أن الابن لم يرى أمه من 14 سنة، الأخ لم يرى أخوه من 12 سنة. والحمد لله بالعمل اللي قمنا فيه كان عمل سلس ويعني بأقل الخسائر. دخلنا إلى حواضر مدن كبرى لم تهدم فيها يعني قطعة واحدة، لم ينزح منها أحد، مع كل التنوع الثقافي وكل مكونات الشعب السوري والطوائف الموجودة فيها. رغم أنه النظام حاول خلال 50 سنة الماضية أن يشد العصب الطائفي داخل مكونات المجتمع السوري حتى يحافظ على بقائه، فأوهم الناس بأنه إذا سقط حكمه فلن يكون هناك حياة للطوائف الأخرى. وأعتقد أن المعركة في سلوكها كانت وفي دخولها إلى المدن وفي تواصلها مع جميع مكونات المجتمع السوري، كل ما زرعه من ثقافة كره داخل المجتمع السوري خلال 50 سنة الماضية كذب في 11 يوم وظهرت حقيقته. رغم أنها كانت معركة عسكرية لكن كان يطغو عليها الرحمة والرأفة. كنا نقول اللهم نصر لا ثأر فيه رغم كل الجراحات بين السوريين. لكن إذا أردنا أن نفكر بعقلية بناء الدولة وبناء مؤسساتها لا ينبغي أن تحضر عقلية الانتقام والثأر. عقلية الانتقام والثأر عقلية هدامة. اليوم سوريا الحمد لله أصبحت في مصاف آخر. هذه المعركة من أحد فوائدها أيضا أنها أنقذت المنطقة من حرب إقليمية كبيرة جدا، لا أبالغ إن قلت تكاد أن تصل شرارتها إلى أن تصبح حرب عالمية ثالثة، لأن سوريا اجتمع فيها أطراف دولية كبرى وأطراف إقليمية كبرى، أمريكا من جهة وروسيا من جهة وإيران من جهة وتركيا أيضا من جهة ومصالح دول خليجية من جهة ومطامع إسرائيلية أيضا في المنطقة. وكان التواجد
الميليشيات الإيرانية في سوريا مصدر قلق لكل الدول الإقليمية والعالمية. فللأسف أن هذه دمشق الحضارة، دمشق الضاربة في أطناب التاريخ، أنها وصلت إلى أن تكون رهينة بأيدي بعض الميليشيات من شذاذ الآفاق، أسماء لم نسمع بها من قبل، مشاهد لم نراها من قبل في أحياء دمشق. أهل الشام لم يعتادوا على رؤية مثل هكذا خطاب وهكذا. أهل الشام مسالمين، هم أبسط من أن يدخلوا في حالة نعرات ثقافية وطائفية وتاريخية ليس لهم فيها ذنب. أحداث حصلت منذ 1400 سنة، ما علاقتنا نحن بها؟ يأتون أناس ليثأروا من أهل الشام على حدث تاريخي حصل قبل 1400 سنة. أي عقل هذا؟ أي منطق؟ شو علاقتنا بالموضوع؟ ما لنا علاقة، مو نحن قتلنا الناس يعني، ما بنعرف. لكن على أي حال، لكن سبحان الله من يعني سخرية القدر والأحداث المبكية المضحكة أنك ترى أن يعني هناك من يستغل حالة فقهية أو شرعية يلامس عواطف الناس بعناوين ليحتل أراضي وبلدان. قضية فلسطينية من جهة، قضية تاريخية من جهة، والنتيجة دائما تكون سقوط عواصم عربية في يد دولة مثل إيران. فأقول لكن المجتمع الدولي أيضا بنفس الوقت عجز عن حل المشكلة السورية خلال 14 عام. والحمد لله نحن أخذنا طريق مختلف عن باقي الناس، ليس يعني زهدنا بحال المجتمع الدولي، لكن ليقيننا بأن الشعوب لا تستطيع أن تأخذ حقها إلا بيدها. ونقول ليس هناك من يبكي على مآسي الشعوب، فمن يده بالنار غير الذي يده بالماء. والحمد لله استطعنا أن يعني نوفر على الأمة بأكملها وعلى الإقليم بأكمله حرب يعني عظيمة جدا. وصلنا اليوم إلى مرحلة جديدة، والآن الحمد لله سوريا لن تكون كما كانت في السابق. فيما يخص لبنان، سوريا القادمة تقف على مسافة واحدة من الجميع، ولا يعني دخول العهد الجديد لسوريا وإلى دمشق أن يكون نصرة لطرف على حساب طرف في لبنان مهما كان لدينا من جراح ماضي. أحب أن أؤكد على هذا الشيء. سوريا لن تكون يعني حالة تدخل سلبي في لبنان على الإطلاق. تحترم سيادة لبنان، وحدة أراضيها، استقلال قرارها، استقرارها الأمني. نسعى بالنصح والحب والود إلى أن تخرج لبنان من الحالة التقاسم الطائفي فيها إلى حالة توزيع الأدوار على الكفاءات. أقول بالنصح والحب والود، أكرر حتى لا يفهم أحد أن نسعى للتدخل في لبنان، بأن تخرج من حالتها الطائفية، لأن تقاسم السلطة بالشكل الذي يحصل فيه لبنان لن يؤدي إلى بناء. لبنان بحاجة إلى اقتصاد قوي الآن، بحاجة إلى خدمات أساسية الآن، بحاجة إلى استقرار سياسي، إلى إعادة تموضعها الإقليمي بشكل صحيح. وسوريا ستكون سند لكم بإذن الله، أنتم وجميع مكونات الشعب اللبناني، على أن يكون هناك تاريخ جديد إن شاء الله في لبنان نبنيه سوية بدون حالات استخدام العنف والاغتيالات وما كان. الذاكرة السورية في لبنان السابقة أرجو أن تمحى من ذهن اللبنانيين، على أن يكون هناك عهد جديد إن شاء الله بيننا وبينكم، نحترم سيادة لبنان وقوته ونحاول أن نخدمه بقدر الذي نستطيع. لطالما لبنان كانت يعني خاصرة لسوريا، وهي يعني عمق استراتيجي لها، وسوريا أيضا عمق استراتيجي ورأس مال قوي للبنان. ونسعى نحن وكل الشركاء الدوليين والإقليميين إلى أن تكون لبنان في أبهى صورتها وأجمل ما تكون، وتعود إن شاء الله إلى باريس الشرق كما يقولون، بل أفضل من باريس. باريس شوي أدمت صحيح؟ فنتمنى هذا، وإن شاء الله هي خطوة مباركة، ونحن كثير بنرحب فيكم. ووليد بيك كمان كان دائما سباق يعني المبادرة في الخير، وأسأل الله أن يرحم شهدائكم وأي حدا ارتكب جريمة في داخل لبنان
نحن إن شاء الله متكفلين في ملاحقته ومطاردته إلى أن نوصله إلى العدالة عند القضاء السوري أو من نتوافق عليه فيما بيننا وبين الحكومة اللبنانية. إن شاء الله نأمل أن يكون هناك علاقات استراتيجية مهمة بيننا وبين لبنان، ويكون هناك تاريخ جديد. لازم نعطي فرصة لبعض في المرحلة القادمة دون مخلفات الذاكرة السابقة، وأرجو أنه ما نضع أنفسنا في قفص الاتهام، كل واحد يضع الآخر في قفص الاتهام، ونبدأ نحمل الإدارة الجديدة كل تبعات ما حصل في لبنان من قبل السوريين. بالعكس تماما، نحن إن شاء الله إخوة وبين بعضنا، وسوريا مليئة بالطوائف وبالأخص طائفة الدرزية الكريمة. بحب أقول أنه أنا جد والدي هو صديقه لسلطان باشا الأطرش، كانوا سوا في مواجهة الاحتلال الفرنسي وتهجروا سوا إلى الأردن. الشهيد قاسم الشرع وطالب الشرع أيضا، فكانوا أصدقاء وأكيد يعني معروفين كانوا في المنطقة في ثورة الزوية المنسية، لم تذكر كثيرا في التاريخ، ولكن تعرضوا إلى نفس المرحلة وكانوا في صف واحد. واليوم التاريخ إن شاء الله يعيد نفسه. أهلنا في السويداء كانوا أيضا سباقين في مشاركة أهلهم في الثورة، وأيضا ساعدونا في تحرير منطقتهم في الآونة الأخيرة، وعملوا تحت إدارة العمليات العسكرية. واليوم نحن الحمد لله عم يعني أرسلنا وفود حكومية إلى السويداء، وراح نقدم خدمات كثيرة نراعي خصوصيتها ونراعي مكانتها في سوريا، وإن شاء الله يكون هناك يعني تاريخ جديد لعقد اجتماعي قادم في سوريا، عنوانه الكفاءة، عنوانه الاستراتيجيات، عنوانه الرؤى المتقدمة، بعيد عن الحالة الطائفية والنعرات الطائفية، مع اعتزازنا بثقافتنا وبديننا وبإسلامنا. هذا شيء يعني نحن ابن بيئة الإسلام ولا يعني وجود الإسلام هو إلغاء للطوائف الأخرى، بل على العكس هذا واجب علينا في حمايته. اليوم يا أخواني نحن نقوم بواجب الدولة، نحن نقوم بواجب الدولة في حماية كل مكونات المجتمع السوري. وأسأل الله عز وجل تكون بادية خير جديدة، وتشرفتونا في دمشق، عقبال ما يكون في لقاءات كثيرة إن شاء الله قادمة. لا زال من المبكر الحديث عن نحن الآن في أولويات فرض استتباب الأمني للمنطقة، وإعادة صياغة رسم السياسة الخارجية لسوريا على أن تعود سوريا قوية متينة لها علاقات استراتيجية ومصالح مشتركة ومتبادلة بيننا وبين الدول. واليوم لازلنا في مرحلة تأسيس هذه العلاقات، وهناك كثير من الأولويات. لا نستطيع أن نحل كل المشاكل السورية في لحظة واحدة. العقل السليم يقول علينا أن نجزأ هذه المشاكل ونحل كل مشكلة على حدة. فهناك كثير من الأعباء، نحن لدينا مخلفات كثيرة من النظام السابق. رأينا أن هناك عقوبات على سوريا مصنفة منذ عام 79 إلى هذا اليوم. النظام يعني كان قد فعل أفاعيل كثيرة جدا وجعل سوريا في آخر مصاف الدول. فأنا أقول نحن بحاجة إلى روية وهدوء وخطط استراتيجية لبث العلاقة، وأولوياتنا هي الأمن وخدمات الناس في المرحلة القادمة، وإنشاء الجيش وضبط السلاح المنفلت في يد الدولة، وعدم السماح بأن يكون هناك يعني مشاريع تقسيم لسوريا، ومحاولة الضغط الدولي على التقدم الإسرائيلي الذي حصل مؤخرا في سوريا، مع التزامنا باتفاقية 1974 والمنطقة العازلة، واستعدادا لإدخال القوات الأممية لحماية المنطقة وسحب أي ذريعة ممكن أن تكون لأي جهة ما في يعني إدخال أو استخدام هذه الذرائع في التقدم على سوريا واحتلال أراضيها. من المستقلين الشيعة في لبنان الذين وقفوا إلى جانب ثورتكم، واستشهد منهم هاشم السلمان أمام سفارة إيران حين كان يتظاهر اعتراضا على مشاركة الحزب في قمع الثورة السورية. هل أنتم مستعدون لاستقبال وفد من المعارضين الشيعة لفتح صفحة جديدة بين الشيعة في لبنان وبين أهل سوريا؟ وهل تقبلون بتسمية أحد شوارع السيدة زينب باسم هاشم السلمان الشهيد الشيعي اللبناني، شهيد الثورة السورية الشيعي اللبناني؟ يعني بالنسبة لإخواننا الشيعة في لبنان، سواء كانوا يعني معارضين للنظام أو مؤيدين له، وهذا مكون وهو جزء من البيئة اللبنانية. ونحن اليوم نتكلم بمنطق الدولة بمعزل عن التصنيفات السياسية. يعني التصنيفات السياسية أثرت بشكل سلبي على بنية سوريا وعلى بنية الدول المجاورة لها بما فيها لبنان.